السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 شهداء اليوم في غزة سقطوا في اقتحامات في الأقصى، وفي تهجير لناس في الضفة وحوالين القدس، ويعمل في الفترة هذه الأخيرة على إجهاض القضية الفلسطينية، مرة بالصمت، مرة بالصوت، مرة بالسلاح، مرة بالتجويع، مرة بالمرض، وبتناغم وبتناسق وبتخطيط وبتوافق مع حكامكم العرب والوسطاء بعد أولهم. هذا اللي حاصل في غزة الآن، واللي يستوجب على الأمريكي الآن أنه يهرب من فضيحة أبستين بأنه يفتح الحرب على إيران. لذلك رأينا اليوم أنه حتى إيران اللي تتفاوض في عمان متمسكة بسيادتها، والباب اللي يطرق الأمريكان من 45 سنة يجدوا نفس الجواب. إذا ما الذي يمنعهم عن أن تقوم الحرب بأسرع وقت؟ عدة أمور شرحناها سابقا، من ضمنها أصلا أملهم اللي راح بتغيير النظام، أملهم بأخذ الحد الأعلى من أي مكتسبات من النظام الإيراني قبل إخضاعه. أيضا عدة أمور، ولكن أهمها نرجع نقول ملفات أبستين اللي طالعة الآن، واللي تستدعي من نتنياهو أنه يسافر يوم الأربعاء عشان يجتمع بترامب عشان يعجلوا الهجوم على إيران أو يضعوا اللمسات الأخيرة، لأنه يبدو أن ما في توافق على آلية التنفيذ. يعني الإسرائيلي بيضرب إيران الضربة اللي ما عاد تقوم بعدها، خلاص يبغى يقضي عليها. ما يهم العدد، ما يهم القتلى، ما يهم وش كثر ناس تروح، ما يهم الأمريكي، لا، يبي يحاول ضربات تكون بأقل قدرة، يعني ضرر للناس، على أساس هو مسوي نفسه بطل السلام. يعني أشياء يعني الخلافات اللي بينهم ما هي خلافات أساسية، على الآلية فقط. لذلك الحرب تامة. كمان عندنا حاجة مهمة صارت، اللي هي اليوم طبعا انتم عارفين ملفات أبستين. قبل ملفات أبستين خلينا نروح لخالد مشعل اللي طالع في لقاء في الجزيرة في منتدى، ما سمعنا صوته سنتين، إلا لما طلعت عليه خبر أنه اغتيل طلعوه القطريين عشان ينظفوا الموضوع هذا، يبعدوه، وعشان منتدى الجزيرة يمدح لي في الوسطاء ويتكلم عن تسليم سلاح الأخضر، الكلام اللي احنا عارفينه من 70 سنة. فما هو المراد من إخراج مشعل لمنتدى الجزيرة اللي خاص في قطر وخاص في مدح الوسطاء وخاص في بيع الوهم؟ حنناقشه بعد شوية في بث. الثالث، الموضوع المهم الآن، الموضوع اللي جدا الآن العالم منقسم عليه ولسه ما انتهى، لساته بادي أصلا، هي ملفات أبستين والشعب الأمريكي اللي تحت الصدمة ولا زال إلى الآن. وأنا أحاكيكم قاعدين يطلعوا الأسماء ويفكوا الشفرات ويشوفوا هذا مع مين، وهذا وش قصده بهذا، وهذا وش قصده بهذا. والمسؤولية أعلى وأكبر وأخطر لما سربوا هذه الملفات، لأني زي ما قلت لكم قبل، الضحايا مستنفرين وغضبانين، لأن لا في مساءلة، لا في محاسبة، لا في كشف عن الأسماء، وفي تستير على كثير أسماء، وفي تهم لترامب اللي هو قاعد يحلم إنه ما في، يعني ما عليه تهم ولا عليه مشاكل، هو نفسه متهم. وفي خوف من بريطانيا بتلفيق أو بكشف عمالة أبستين لإسرائيل، لأنها حتوضع هي في موقف زفت وحرج. لذلك البريطانيين يحاولوا بديهم بظافرهم بأسنانهم أنهم يخلوا أبستين عميل لروسيا عشان يبعدوا عن بنتهم المدللة اللي صنعوها. هذا أيضا له يعني تبعات، لأن في ناس استقالت في تشيكوسلوفاكيا، في بريطانيا، في أوروبا، في ناس كثير استقالت مجرد أن اسمها ذكر مع اسم أبستين. العجلة حقت أبستين اللي قاعدة تبلع توها تبدأ، ما انتهت. أوكي، الفضايح اللي قاعدة تطلع من ملفات أبستين، طبعا انتم شفتوا حكامكم وحكوماتكم وهذا كلهم في ملفات أبستين أصلا، يعني كلهم، يعني عمر شفتوا أحد أصلا؟ لا، شوفوا، لا إعلام عربي، لا إعلام أجنبي، أوكي، ولا أحد من الإعلامين الاثنين اللي هم تابعين للمراضيخ، مراضيخ الصهاينة العرب المسلمين ومراضيخ أوروبا اللي هم مردوخ ما غيره، قادر يناقش من الذي خلف أبستين. الأشياء اللي طلعت أنه يمثل عائلة روتشيلد، الأشياء اللي طلعت تربطه في إسرائيل، الأشياء اللي طلعت تربط يوهد باراك رئيس وزراء إسرائيل اللي أقام عنده خلال 2 زاره 35 مرة.
الإعلام فشل ذريع. اللي قاعد يصير الآن في أوروبا وفي العالم الغربي ثورة، ولادة جديدة، ولادة لمجتمع صاحة. كم لبثنا قاعد يقول إذا حنا السياسيين والنخب واللي كذا عندنا قاعدين يسووا، كم لبثنا في صحوة قوية وعجلة قوية قادمة من الغرب حتجتاح الكل على فكرة، حتجتاح الكل، حكامكم طبعا بالتبعية والمعية. لذلك هناك عدة أمور قاعدة تصير وتتهيأ الأرض لها، قاعد تهيأ لها الأرض. ألزم ما علينا حنا في منطقتنا اللي قاعد يصير في عمان الآن بين الأمريكي وبين الإيراني، تمام؟ لأن هذا هو اللي يحدد معالم المنطقة، لأن المنطقة لن تتحدد على المتصهينين اللي مندمجين مع الكيان المحتل، لأن هذول لا يقدموا ولا يأخروا ولا لهم أصلا تأثير على الكرة الأرضية، هم مع الكيان المحتل اللي هم حكامكم العرب وحكام الخليج والى آخره. اللي بيغير في المنطقة اللي يرفض الخضوع للدارج، يرفض الخضوع لمصادرة السيادات كلها والحريات والتبعية لسيد واحد ولا دين واحد. ومن يرفض هذا يرفض عندكم إيران، جبهة لبنان المقاومين، جبهة غزة وفلسطين المقاومين، جبهة صنعاء المقاومين. لذلك هؤلاء من سوف يحددون المستقبل وتاريخ التاريخ الجغرافيا عندكم في منطقتكم، وليس التابعين، لأن التابعين لإسرائيل وأمريكا وبريطانيا حقين سايكس وبيكو لهم 100 سنة قاعدين مستلمين الموضوع ترى. 100 سنة هم مستلمين حظائر سايكس بيكو وجزء من الكيان المحتل. مرة يطلعوا شبابنا لأفغانستان، مرة يطلعوهم لسوريا، مرة يطلعوهم للعراق مفخخين، المهم يخدموا أمريكا ويخدموا الكيان المحتل، فهم طول عمرهم جزء من هذه المنظومة الاستعمارية. الآن وقت من هم ضد الاستعمار أن يكونوا على الخريطة ويفعلوا. من معهم أكيد الشعوب العربية المسلمة والشعوب العربية الحرة وأحرار العالم وسكان الشرق الأوسط الذي يعنيهم منطقتهم في الشرق الأوسط أنهم يأخذوا شوية من حريتهم ومن كرامتهم من مصادرة 100 عام. بقي ما بقي المسيطرين على الإعلام والإعلاميين والقنوات الإعلامية وحكامكم وحكوماتكم وأذرعهم، وهؤلاء قلة ترى على فكرة، هذول يمكن كلهم 1% 2% من المجموع كله، لكن أصواتهم عالية. أصواتهم عالية اللي عندهم الإعلام، أصواتهم عالية اللي عندهم الأدوات والأموال والرشا وشراء الأنفس الرخيصة، لكنهم ليسوا كثرة. إحنا اللي كثرة وإحنا اللي على حق وإحنا اللي زبد البحر قال عنا أن ما كنا نأثر ولا نأثر، لكن المؤثرين هم اللي حيكونوا على الميدان، هم اللي حيرسموا الشرق الأوسط الجديد. أنا حشوفكم بعد شوية في بث إن شاء الله نتناول فيه كل هذا.